بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الفيديو اللي فات شرحنا ليه الاركتكتشر مهم، وليه انت مثلا لو بتبني عمارة فاهتمامك بالمعمار او اهتمامك بطريقة بناء العمارة هتكون اهم من طريقة ان انت تجيب سكان تقعدهم في العمارة، لان اصلا انت لو ما اهتمتش ب طريقة بناء العمارة فبالتالي السكان اصلا مش هيعرفوا يسكنوا، مش هيكون المكان ده بالنسبة لهم مكان كويس ان هم يحبوا يسكنوا فيه، لان المكان مش هيكون مريح بالنسبة لهم. وشرحنا ليه الاركتكتشر مهم، وشرحنا اول اركتكتشر في الاركتكتشرز الخاصة بالسوفت وير وهو اللايرد اركتكتشر. وعرفنا ان اللايرد اركتكتشر كانت مشكلته في الديبندنسي العالية او الاعتمادية العالية بين اللايرز وبعضها. وكمان قلنا ان لو مثلا الداتا بتاعتك او غيرت الداتا سورس فانت تضطر ان انت تروح تعدل في البيزنس بتاعك، حبيت تضيف فيتشرز جديده هتروح تعدل في البيزنس بتاعك. وطبعا قلنا ان ده كله ما ينفعش، لان احنا كده بننتهك مبادئ كتيره زي الديبندنسي انفيرجن وزي الاو سي بي او الاوبن كلوزد. وكمان اللايرد اركتكتشر مشكلته هي التايت كابلنج، وهي عملية الترابط العالية. يعني ايه تايت كابلنج؟ تايتلي معناها متشابك، وكابلنج معناها كابل. يعني انت اكيد بتشوف الكابلز اللي مثلا بيظهروا على التيك توك او على اليوتيوب، كابل معناها اتنين، واحد وواحدة، فده معنى الكابلنج. يعني تايتلي كابلنج معناها ترابط قوي. عارف انت العلاقة الملزقة ديت اللي فاهم، تحس ان هم في بينهم علاقة قوية، فاهم؟ فاحنا اصلا كمصريين عندنا حاجة بتقول، مش عارف هي مصرية ولا لا، بس بيقولك ان اي حاجة زادت عن حدها هتقلب ايه؟ هتقلب ضدها. فهم بيكونوا ملزقين، والعلاقة بتبدأ ايه، تكبر 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 لحد ما بتنتهي لسبب تافه، مثلا زي انه بيقفل عينيه وهو نايم. فالمهم ده كانت مشاكل اللايرد اركتكتشر. ارجع للفيديو وشوفه يعني عشان ما نحرقش كتير. ففي نهايه الفيديو انا قلت ان الفيديو الجاي هيكون شرح الاونيون، ولكن لا، الترتيب انا غلطت. الفيديو اللي فات الترتيب هو ان المفروض ان اللي هيكون يتشرح في الفيديو بتاع النهارده ده هو الهكساجونال اركتكتشر. تعال نشوف الهكساجونال اركتكتشر ده جه عمل ايه او حل المشكله ديت ازاي. والله قال لك طيب تعال، احنا دلوقتي مشكلتنا ان الشيك بيروح هنا وبيجي من هنا وبيكلم اليو اي ويروح يكلم الداتا. طيب احنا نعمل حاجه كويسه. هو الشيف اصلا محتاج إيه عشان يشتغل؟ محتاج المكونات من المخزن. طيب هنقول ان الحاجات اللي انت عايزها من المخزن هتقوم عامل لي زي ورقه كده، تمام، هنسميها بورت. تمام، هتبدا ان انت تكتب لي فيها الحاجات اللي انت عايزها كلها، اللي الجزء بتاع الداتا او اللي المخزن هيبدا ان هو يجيبها لك. تمام، خلاص انا كده بقى عندي حدود واضحه للتعامل مع الداتا. تمام، طيب وهبدا ان انا اقول له انت عايز ايه عشان تبدا تعمل المكونات، عشان تبدا تنفذ الاكله ديت. هتقول لي انا محتاج ورقه كده فيها ان في اوردر كذا كذا كذا، مثلا طبق كشري حار او عادي، كل الكلام ده انا محتاج ده عشان ابدا ان انا ايه، انفذ الكلام ده. يبقى دي كده اسمها بورت تانية. تمام، طيب انا عايز بورت، تمام، معينه هتجيلي من جزء البرزنتيشن عشان ابدا انفذ الاكله بتاعتي، وعايز بورت تاني هيبدا ان هو يجيلي منين، من الداتا. تمام، وهبدا ان انا هعمل حاجه اسمها ادابتر. الادابتر ده هتكون وظيفته ان هو بينفذ بس. تمام، ركز بس، الادابتر ده وظيفته ان هو بينفذ البورت اللي البيزنس بيكون محددها. يعني انا مثلا في الحاله بتاعتي البيزنس بتاعي الشيف، تمام، البيزنس بتاعي انا بعمل اكل، الاكل ده بيتعمل عن طريق مين؟ عن طريق الشيف. يبقى اذن الفيتشر الاساسيه عندي هي الطبخ، انا عندي فيتشر اسمها طبخ اللي بيعملها الشيف. تمام، فهو بيبقى عايز حاجات معينه من جزء الداتا، وبيبقى عايز حاجات معينه من جزء البرزنتيشن. تمام، يبقى في ادابتر هيروح يكلم الشيف، وفي ادابتر الشيف وفي ادابتر الشيف هيكلمه. فاهم؟ الادابتر ده هيروح ينفذ ايه؟ هينفذ عمليه التواصل ما بين الشيف وما بين المخزن، اللي انا زي ما قلت لك ده هيكون واحد جاي في الاستاف الجديد. تمام، يبقى في الاستاف الجديد هنبدا نجيب حاجه اسمها ادابتر. تمام، اللي هو الاستاف، الشخص اللي جاي يشتغل جديد ده هنسميه ادابتر. تمام، والادابتر ده وظيفته ان هو بيطبق البورت اللي البيزنس حطها، تمام، او بينفذها. ماشي، سواء بقى البورت دي كانت هتيجي من الداتا او هتيجي من جزء البرزنتيشن. ده ببساطه الهكساجونال اركتكتشر. قال لك طب تعالى احنا هنسمي الادابتر اللي بيكلم الشيف اللي هو جاي من جزء البرزنتيشن وبيكلم الشيف ده هنسميه انباوند. هيبقى ده اسمه انباوند ادابتر. تمام، والاوت باوند ده اللي هو هيكون الادابتر اللي بيكلم
الداتا اللي هيكون برضو في البورت اللي البيزنس حطها، فاهمني؟ فيبقى كده انا قلت ايه؟ انا قلت خلاص انا هبدا اكبر المطعم بتاعي. طيب كلام جميل جدا. هبدا ان انا اقول يا عم الشيف انت عايز كذا كذا كذا، فيبدا احط الحاجات اللي انت عايزها من الداتا في ورقه مثلا، وهنسمي الورقه دي بورت. تمام. وابدا اقول الحاجات اللي انت عايزها من البرزنتيشن، وهنسمي الحاجات دي بورت. تمام. وهنجيب لك استاف جديد او هنجيب لك شخص جديد يشتغل في الاستاف بتاعنا. الشخص ده وظيفته ان هو ينفذ لك او يجيب لك الحاجات اللي في البورت ديت عشان تبدا تنفذها. لو هو جزء البرزنتيشن مثلا، فجزء البرزنتيشن هيبقى اسمه، او الجزء اللي هو هيربط بين الشيف وبين البرزنتيشن هنسميه ادابتر. تمام. طيب طالما الجزء ده هو اللي بيجي للشيف الاول، يعني انا خلاص خدت من الزبون الطلب، تمام، هبدا اروح ابعته للشيف. فانا اللي رحت كلمت الشيف فهيبقى اسمي انباوند ادابتر، بنفذ البورت المعينه اللي هي في البيزنس بتاعي اللي هي اسمها هات لي الطلبات كذا كذا. تمام. طيب والبيزنس او الشيف هيكلمه هيبقى اسمه اوت باوند. انا بعمل ايه؟ انا بنفذ البورت المعينه اللي هي خاصه بان هي بتجيب المكونات بتاعه الاكل. اذا كده اسمي اوت باوند ادابتر. طيب نشوف مثال بالكود. اول حاجه المثال ده قدامكم اهو. زي ما احنا شايفين هنا في الادابتر وكل الكلام ده، بس ركز معايا. والله احنا قلنا ان جزء البيزنس اللي هو هيكون مهم عندنا اللي هو الشيف، فاحنا عشان نعمل عمليه سيبريشن او عمليه عزل للشيف ده، فاحنا والله هنحطه كده في النص، وطريقه التعامل معاه هتكون عن طريق البورتس. تمام. يعني هو الشيف هنا اهو عشان يبدا ان هو ياخد منك اوردر محتاج ان انت تمبلمنت الابستراكت كلاس ده. تمام. اللي هو هتروح تحط الامبلمنتيشن بتاع الميثود ديت. يعني ايه ابستراكشن؟ زي ما قلت لك انا بحدد السلوك بس ما بحددش ان هو هيحصل ازاي. فهنا انا بقول ان هي عمليه بليسنج للاوردر، او ان انا هعمل عمليه زي من الاخر كده انا ببص الاوردر. تمام. فهنا الدش اللي هو طبعا مواصفات الاوردر اللي الزبون طالبه. تمام. طيب يبقى اذا الشيف هيتم الاوردر هيوصل له ازاي؟ عن طريق الابستراكت او الانترفيس ده. طيب تعالى يا عم الشيف، انت هتتعامل مع طبقه الداتا لاير بتاعتك ازاي؟ قال لك عن طريق بورت برضه اسمها الستورج بورت، زي ما قلت لك ابستراكت كلاس. تمام. هيبقى في الميثود اللي هي اسمها جيت انجريدينتس. تمام. او ان انا ازاي اجيب المكونات. طيب دي كده اوت باوند بورت، ودي كده انباوند بورت. تمام. طيب الانباوند بورت ديت اللي هيعمل لها امبلمنتيشن هو الانباوند ادابتر. يبقى هنا الانباوند ادابتر هيبدا ان هو يعمل ايه؟ ده كده الشخص اللي جه في الاستاف الجديد. تمام. فالشخص ده عشان يروح ياخد الاوردر منين؟ من الزبون اللي قاعد، فيبدا ان هو امبلمنت البورت ديت. طيب كلام جميل. طيب هنا الادابتر ده هيبدا ان هو يديبند على الشيف، عشان كده احنا سميناه انباوند ادابتر. طب هتديبند على الشيف، فتعمل اوفر رايد على الانترفيس ده، وهتبدا ان انت تاخد الطلب من الكاستمر، تقول والله ليه الشيف الكاستمر طلب كذا كذا كذا. تمام. خلاص كده انت عملت الامبلمنتيشن بتاع الفانكشن. طيب كلام جميل. هتبدا ان انت تقول للشيف ابدا اطبخ الاكله بتاعتك. طيب الشيف عشان يبدا يطبخ محتاج يجيب المكونات، يبقى ننزل تحت كده. الشيف عشان تديله المكونات عشان تبصيها له محتاج ان انت تمبلمنت الابستراكت كلاس ده. فهتلاقي عندك هنا ان الوير هاوس ادابتر بيبدا انه يعمل عمليه امبلمنتيشن للستورج بورد. طيب كلام جميل جدا. وبما انه الشيف هو اللي هيديبند عليه زي ما احنا شايفين هنا كده اهو، فده كده هيبقى اسمه اوت باوند. طيب اوت باوند ادابتر. كلام جميل. بدأ انه يعمل عمليه امبلمنتيشن للستورج ديت، وليكن مثلا هنا راح جاب الانجريدينتس من الاي بي اي. تمام. طبعا كود كده انا خليت شات جي بي تي جابهولي، مش كود حقيقي يعني. هنا بيتزا، هنا كشري، وات ايفر بقى يعني كان نوع الاكل. طيب كلام جميل. عمل امبلمنتيشن للستورج. طيب تعالى يا عم شيف، انت والبورتس بتوعك دول بقيتوا في النص البروجكت بتاعي. فاذا الشيف عشان يتعامل مع الطبقه اللي فوق بيعتمد على بورت، عشان يتعامل مع الطبقه اللي تحت بيعتمد على بورت. فاذا كده بقى في سيبريشن، او انا كده بقيت ايه عامله زي الشطرنج. انا كده الملك بتاعي بقى امن. طيب كلام جميل. نبدا بقى نشوف الشيف هنا. خلاص انت بتديبند على الستورج اللي انت بتروح تكلمها. تمام. طيب فبعد كده تبدا ان انت تحط الميثود بتاعتك اللي هي اسمها كوبي. تبدا ان انت طبعا تاخد نوع الاكله، تبدا ان انت تعمل لها عمليه بريبيرنج او عمليه تحضير. طيب بعد كده هتجيب الانجريدينتس من الستورج بتاعتك. فطالما انت بتديبند عليها فتروح تجد
الانجريدينتس او هتجيب المكونات بتاعه نوع الطبق اللي جاي لك عن طريق الكاستمر ادابتر. تمام، خلاص جبت نوع وليكن كشري مثلا، يلا يا باشا جبنا الانجريدينتس، بعد كده نبدا نعمل كوكينج ان بروجريس، بعد كده النوع الاكله بقى جاهز. فعايز بس اقول لك ايه، او اللي انا عايز اوضحه لك ايه، عايز اوضحه لك ان دول كده هما بقوا الكور بتاع الابلكيشن، يعني الشيف والبورس بتوعه بقوا في طبقة الكور. تمام، فبس كده انت عرفت الاركتكتشر ده بيشتغل ازاي. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم وربنا ييسر الحال. انا قايم اعمل شاي.